تفتكروا مين اكتر حد محبوب؟ الشخص السايكوباتي ولا الشخص الطيب؟ ليه في ناس اصلا بتحب ان الشخص ده يكون سايكوبات او سايكو عامه، او ان الشخص ده يكون طيب عشان ابدا احبه واتعامل معاه؟ ليه في الفروقات دي وليه في الشخصيات دي اصلا؟ ازاي اصلا نقدر نستفيد من حوار الشخصيات او تقسيم الشخصيات في الواقع عشان نقدر نستفيد منها احنا كسوشيال انجينيرنج؟ تمام. ففي الموضوع بتاع النهارده عندنا في الكتاب بتاع الدارك سايكولوجي، هو كان بيتكلم عن حاجه اسمها دارك تريتس او اللي هو الثالوث المظلم. عندنا اكتر من شخصيه، هم 3 شخصيات رئيسيه، هم شخصيات بيساء فهمها عامه في العامه. تمام. انا عاوزك تبص الموضوع ده ان هو حته مش بدرس لك علم نفس ولا شخصيات، انا بقول لك ازاي نتعامل مع الشخصيات دي او ازاي نحاول نتقمص الشخصيات ديت في اننا نقدر ناخد المعلومات بتاعتنا. تمام. ازاي انا عاوزك تعيش الشخصيه نفسها. تمام. الفكره هنا ان الكتاب بتاعنا بتاع براكتيكال سوشيال انجينيرنج تولز اوكي استخدمها وحاجات تكنيكس يعني. بس الفكره ان انا عاوز اعمل لك اكتر من كورس، يعني هو الكورس ده سوشيال انجينيرنج، ده هيبدا تشوف فيه ازاي نبدا نتعامل مع الشخصيات عامه وازاي نبدا نتعامل مع الناس، ازاي نقدر ناخد منهم معلومات. بعد كده يبقى في اوسنت، الاوسنت بقى ان احنا نبدا نشرح فيه ايه ازاي بقى تبدا نجمع معلومات عن الناس في الواقع من المواقع والتولز اللي نقدر نستخرج منها معلومات، ازاي نبدا ندور على اشخاص. تمام. بعد كده المفروض هيبقى في كورس ثالث اللي هو الفيشنج بقى، ازاي تبدا تمارس كل الحاجات دي كلها في انك تبدا توقع الضحيه فعلا، في انك تبدا مثلا تبعت لها مثلا في البرايفت، او تبدا تبعت لهم على انستجرام تويتر او اي حاجه تبدا تاخد منهم معلومات، او تبدا تنتحل شخصيات ناس معينه عشان تبدا تاخد منهم معلومات، او من الاشخاص اللي حواليهم. تمام. تبدا تعمل كده. فالثلاث كورسات دول ان شاء الله هيبقوا مكملين لبعض. فنبدا معانا بقى. A few moments later. نرجع بقى للمحتوى بتاعنا اللي هو الدارك تريتس. تمام. بيبدا هنا الكاتب بيبدا يوصف اكتر من حاجه، اكتر من شخصيه. تمام. واولهم الشخصيه النرجسيه. تمام. الشخص النرجسي ده هو الشخص اللي هو عنده حب مبالغ في ذاته نفسها. تمام. هو بيقول لك انه اللفظ ده جه منين؟ جه من حته اسمها، كان واحد اسمه نيرسس، كانت واحده اسمها ايكو، ده كانت في اليونانيه القديمه. ايكو كانت بتحب نيرسس، بس نيرسس ما فضلش ايكو، ما كانش بيحب ايكو، فالالهه انتقمت من نيرسس او لعنته، فخلته يقع في حب ذاته او في حب نفسه. شاف نفسه في الموجه بتاعه البحر او في البحر عامه، فقدر شاف نفسه فاعجب بذاته، ففضل يحب ذاته لحد ما مات. ودي كانت لعنه نيرسس، فمن ساعتها ارتبطت النرجسيه دي. النرجسيه ديت واحده او صفه من 3 صفات رئيسيه. تمام. هي النرجسيه والميكافيليه واللي هم الشخص السايكوباث. اوكي ماشي. زي ما قلنا النرجس ده شخص بيحب بنفسه دايما. تمام. بيفضل نفسه دايما عن غيره في الاحتياجات. تمام. هو احتياجاته دايما انه بيحب ان شخص يحب يمدحه، شخص يفضله دايما عن نفسه، او شخص او انك تسمع كلامه. تمام. ان تسمع كلام الشخص النرجسي ده دايما. تمام. من غير بقى مطلع او اي حاجه. تمام. اللي هو بقى يبدا يعاملك معامله الدونيه. تمام. الشخص النرجسي بيحب دايما شخص اعلى منه او في مستواه، يبدا يقارنه ما بين الكلام وبين بعضه. تمام. يعني ايه؟ يعني الشخص يحب شخص تاني نرجسي شبهه او نرجسي اعلى منه في انه يبدا يسمع كلامه. تمام. فانت تستفيد منها ايه انت كسوشيال انجينيرنج؟ تمام. ان نبدا نحلل الشخصيه نفسها من الكلام او من الافعال نفسها، تبدا نحلل الشخصيه دي. تمام. فهو محتاج شخص برضه نرجسي يتعامل معاه. تمام. تمام عشان ياخد اللي هو عاوزه يعني. تمام. خصوصا لو عنده الشخص النرجسي ده، خصوصا لو عنده سلطه، بيستخدم الخدع بدل القوه. يعني هو بيستخدم دايما تلاقي شخصيه مثلا زي هتلر او الشخصيات اللي هي كان عندها سلطه ما كانتش دايما بتستخدم التخويف، او الشخصيه في الاتحاد السوفيتي. تمام. هم كانوا ماشيين دايما بالشيوعيه دايما. ليه ما حدش طلع اعترض؟ يعني ليه ما حدش طلع اعترض ان انا لا عاوز اعمل شركه لنفسي وابني كيان لنفسي، مش هبدا دايما افضل ماشي ورا الشيوعيه، لازم يبقى عندنا حته راس ماليه. لا، هم دايما كانوا ماشيين اللي هو احنا بنحب الوطن بتاعنا. ليه الناس اللي كانت عاليه دايما ما كانتش بتستخدم القوه. تمام. لان القوه هيبدا ناس تتمرد على القوه، انت اقوى، انت قوي، في اقوى منك. تمام. فابدا اقنعك، يعني ابدا اديك حقائق ان احنا لازم كلنا نبقى سوا، احنا كلنا لازم نبقى في نفس المستوى. تمام. هو الناس كلها مستوى واحد، ما فيش حد غني ما فيش حد فقير، هي كلها ناس متوسطه، كل الناس التانيين شغالين في الهيئات الحكوميه كلهم، فطبعا كلهم نفس المستوى تقريبا يعني. تمام. فدي حته النرجسيه، وهنبدا نرجع لها تاني في الاخر واحنا بنقارن ما بين الشخصيات وبين بعضها. تمام. الشخصيه الثانيه
اللي هي الشخصيه الميكافيليه، تمام، هي فكره دايما انها بتبرر الغايه تبرر الوسيله. تمام، عنده فكره الغايه تبرر الوسيله. انت ممكن تعمل حاجه غلط بس عشان توصل للي انت عاوزه، تمام، ممكن تبدا تستخدم اساليب تانية زي الكذب والخداع. تمام، ممكن يكون اصلا اساليبك اللي انت عشان توصل للهدف ده، ممكن بغض النظر انت مش فارق معاك انت ممكن تعمل ايه في المقارنه او في المقابل ان انت توصل للهدف بتاعك ده. تمام، ممكن تقتل، تكتب، تعمل اي حاجه. تمام، الشخصيه دي، تمام، هي بتبدا تعمل ايه الشخصيه ديت؟ بتبدا تتعامل في الاول انها شخصيه طبيعيه جدا. يعني هي الشخصيه الميكافيليه ديت بتبقى معاك شخصيه طبيعيه جدا في الاول، يمكن يبقى ودود جدا معاك في الاول. تمام، انا عاوزك تحاول تتقمص الشخصيه دي في الاول. تمام، انك تبقى دايما لطيف مع الناس. عشان ايه؟ مش اللطف اللي هو ايه يخلي الناس تطمع فيك، لا، اللطف اللي هو اللطف الطبيعي، في لطف المعاملات الاولى، بحيث ان الشخص ده يبقى عارف او يبدا يرتاح لك شويه، بحيث ان انت في الوقت ده تبدا تقرر الشخصيه اللي انت بتكلمها دي او بتتعامل معاها دي شخصيتها ضعيفه، شخصيتها قويه، عنده مرض نفسي، هو نرجسي او هو سايكوباس. تمام، بتبدا تتعامل معاه على اساس الحته دي. فبعدين بقى تبدا تفهم الشخصيه دي، فتبدا بقى يقرر تبدا تتعامل دايما بلطف، يا اما تبدا تغير من شخصيتك بحيث ان الشخصيه دي لو نرجسيه لما تشوفك انت بتتعامل معاها دايما بلطف هتحس دايما ان هي اعلى منك، فانت تبدا تتعامل معاها بنفس الفكره. تمام، فكره النرجسيه دي. تمام، فاحنا قلنا الميكافيليه، الشخص الميكافيلي. تمام، هو شخص دايما بيبني حاجاته على اساس الكذب والخداع. تمام، زي ما قلنا. تمام، هو لازم يفهم الناس، لازم يفهم او يحس مشاكل الناس. تمام، بس في تعاطف، حاجه اسمها تعاطف ادراكي وتعاطف عاطفي. هو بيبني حاجاته دي او يبني مخيلته عن التعاطف الادراكي. هو افهم ان انت عندك مشكله في العاطفه او انت عندك مشكله في الاحساس دي في الحته المعينه دي. تمام، فببدا استغلها بس ما احسش بيها، ما احسش بوجعك او ما احسش بالعاطفه بتاعتك دي. فتبقى ناس دايما معدومة الضمير. تمام، معدومة الضمير دي هي الشخصية بتميز بها السايكوباث. بس هي الشخصية مثلا ما عندهاش عاطفة، مش ما عندهاش ضمير بقى، ما عندهاش عاطفة، ما تقدرش تحس. يعني ممكن يحس بالخطر على هدفه، يعني ممكن يقلق لأن هدفه الأساسي في خطر، بس ما يقلقش إن مثلا الناس كلها في خطر ما عدا هدفه. تمام، لو هو انت مثلا في شركه وانت عاوز تضر مثلا حد معين في الشركه دي، تمام، لو الضرر وصل لحد تاني في الشركه انت مش هتحس ليه، لان الضرر ما وصلش للهدف بتاعك. انما لو الضرر وصل للهدف بتاعك هتبدا تقلق بقى، تبدا تحس ان الدنيا مش امان قوي. تمام، فدي الفكره من الشخصيه دي. تمام، الشخصيه دي عندها اكتر من حاجه، زي انها مثلا بتكره الاماكن اللي فيها قواعد او قواعد واضحه. تمام، بيحب الاماكن الفوضويه بقى عشان يقدر ياخد راحته، يبدا يعمل بقى الديسبشن بتاعه والخداع. تمام، ويستغل المواقف دي لصالحه. تمام، بيحب دايما هو زي ما قلت لك ان دايما مشاعره مش واضحه، مش بيحب يظهرها بشكل طبيعي. طب اللي ده لو هيأثر على الهدف الاول. في الاول بقى ممكن يبان انه لطيف معاك، اجتماعي جدا، خصوصا في بيئه الشغل التنافسي، يبدا يساعد ناس معينه، يبدا يديهم نصايح، يبدا يقول لهم كذا كذا كذا، يبدا يساعدهم. تمام، بعد كده بقى لما يوصل لهدفه يبدا يقلل المساعده او يبدا ينتهز الفرصه دي في انه يستغل اكسس معين في وصول او حاجه معينه. تمام، فبالتالي بيستغل الصلاحيات بتاعته او بيستغل البيئه اللي عملها او العاطفه اللي عملها معاك دي في الاول. تمام، دايما خطواته محسوبه. تمام، لو ما فيهاش حاجه ممكن تفوته شخصيا مش بيعملها. تمام، يعني صورته قدام الناس مهمه جدا. تمام، ايا كان، بس مهم انها تخدم هدفه. يعني مش مهم صورته اصلا قدام الناس على قد ما ان مهم صورته دي هتخدمه قدام. تمام، يعني هو عاوز يبان دايما انه شخص لبق، انه شخص كويس، مش عشان الناس تقول ان احمد ده شخصيته كده، لا، هو عشان الشخص ده يبدا يرتاح له عشان هو احمد كده. فابدا يبدا بقى يسيطر على الهدف بتاعه. تمام، هو شايف بقى ان دايما كل العلاقات بتاعته مصلحه، ان كل الناس عايزه منك مصلحه، وان انت ما تامنش لحد ابدا. تمام، الصفات دي مثلا عندك امثله، مثلا ان هو مثلا فقال لك ان اللطف في البدايه عشان يكسب الثقه دي. زي ما قلت لك انه مثلا بيظهر انه اجتماعي جدا في الاول ويبدا يستخدم الثقه دي عشان يتحكم. تمام، فممكن مثلا يقضي شهور عشان يساعد موظفين في مشكله بسيطه، بيشارك ادوات، بيبقى الشخص الموثوق اللي أنا دايما برجع له. قصاد كده بقى ممكن مثلا اطلب منك، احنا في الشركه اطلب منك مستند معين عشان ارجع لك في حاجه بعدين، او اطلب اكسس بسيط عشان اساعدك في حاجه معينه، فبالتالي ايه، اكسس بيدي اكسس وكل الكلام ده. تمام، هو الشخص ده عامل زي سواق الميكروباص، هو انت شايفك شويه كوينز، شايفك اجره، خد ادي 20 جنيه، شايفك 20 جنيه. هو عامل زي شبه سواق الميكروباص كده بالظبط. تمام، مش بتفرق معاه بقى.
تمام. بيبدا بقى يستخدم اساليب زي اللي قلناها قبل كده، انه يبدا يحسسك بالذنب عشان تبقى مضغوط. تمام. ان موظف مثلا رفض يشاركه بياناته، تمام، مش هيبقى عدواني على طول، هيقول لك ايه، انا كنت فاكر ان احنا فريق واحد، يعني انا كنت فاكر ان انت خايفين على المصلحه. يبدا بقى يبدا يفهمك ان انا كنت خايف على مصلحتك، او انت كنت خايف على مصلحتي، كل الكلام ده. تمام. كنت متوقع منك انت تدعمني بس انت لا. فيبدا يحسسك بالذنب ان انت ما وفيتهوش الوعد اللي هو كان مستنيه منك. تمام. وحاجات كتيره بقى. تمام. الشخص التالت بقى اللي هو السايكوباث. تمام. ودي فكره بقى ان هو الثالوث المظلم زي ما وضحنا في الاول. تمام. كان بيتكلم بقى عن دكتور نفسي، انه درس حالات لناس عاديين جدا عندهم صفات سيكوباتيه، لا هم مش قادرين ان هم يعيشوا حياه طبيعيه في نفس الوقت، لان في ناس في طبقات عاليه زي دكاتره وعلماء عندهم نفس الصفات دي، لكن بيعرفوا يتاقلموا في المجتمع بشكل احسن. يعني انت ممكن تبقى عندك الصفات دي بس ده تقدر تتاقلم او تقدر تعيش مع الناس دي بالشكل ده. تمام. لان انت عندك الخبره الكافيه ان انت تخليك تقدر تتعامل بالشكل ده. تمام. بقول لك السيكوباتيه دي مش مرتبطه بثقافه معينه، أو الناس السيكوباتيه دي مش مرتبطه بثقافه معينه وناس معينين يعني. تمام. تمام. السايكوبات ده هو ممكن يكون يتأثر بطفولة، يعني طفولته ديت هو ممكن يأثر عليها من جوانب شخصية بعد كده، زي علاقته في الشغل أو الدراسة وكل حاجة تقريبا. تمام. والأغراض الأساسية بتكون زي انعدام التعاطف والذنب والسلوك الدفاعي جدا. يعني أنت الشخص ده، أنت كسوشيال انجينير هتتعامل معاه إزاي؟ هتتعامل مع الشخص السايكوباتي ده ان هو ما عندوش ضمير، ما عندوش انعدام، مش هيثق فيك اصلا، هو ما عندوش حته العاطفه. لو هتلعب له على حته العاطفه، هو شخص دايما بيفكر بمنطقيه. تمام. هتلاقي غالبا الناس اللي هي اتعرضت لمشاكل في طفولتها وكل الكلام ده. الفكره ان انت بقى كسوشيال انجينير هتبدا تتعامل مع الشخص ده ازاي، هتبدا اللي هو الفكره تتعامل معاه ازاي اصلا. تمام. تمام. بيقول لك لما نيجي لموضوع الجريمه بنلاقي ان السكاوتين دول بيبقوا اصعب ناس في التاهيل والاصلاح، يعني البرامج اللي بتحاول اصلاح المجرمين اللي هم السجن وكده غالبا ما بتنفعش معاهم اصلا. تمام. اهم سمه في السايكوبات دول ان هم ممكن يأذي غيره من غير سبب واضح، يعني على عكس الميكافيلي اللي كان بيأذي بس عشان مصلحه. السايكوباتي ما عندوش ادراك اصلا انه مؤذي، ممكن يأذي لمجرد انه حاسس انه عاوز يعمل كده. العنف عنده مش دايما له هدف منطقي. بيشرح كمان ان مخ الشخص السايكوباتي مختلف شويه بيولوجيا عن جزء، يعني عنده جزء في المخ اسمه القشره الاماميه، تمام، اصغر من الطبيعي. يعني الجزء ده اصلا اصغر من الطبيعي عند اي شخص، وده الجزء المسؤول عن التحكم في السلوك والتخطيط. وكمان عنده مشكله في جزء تاني اسمه الاميجدالا. تمام. وده المسؤول عن المشاعر زي الخوف والذنب. يعني هو عنده مشكله اصلا اساسيه، فانت ازاي هتبدا تتعامل معاه؟ تمام. ازاي بقى تبدا زي ما لاحظنا الشخص الميكافيلي، ازاي نبدا نلاحظ الشخص السايكوباتي ده؟ تمام. الفكره بقى ان هو ممكن يعيش من غير مشاعر زي الخوف والذنب زي ما قلنا والقلق، كل حاجه. ودي حاجه ممكن تبان حلوه في الاول، بس الحقيقه انها خطيره جدا، لان المشاعر دي هي اللي بتخلينا نعرف الصح من الغلط. يعني من غير الشخص يعمل اللي هو عاوزه من غير اي تأنيب، او من غير انه يخاف اصلا من العواقب اللي هو ممكن يعملها دي. تمام. كمان السايكوباتي مش بس ما عندوش تعاطف، ده كمان بيفهم مشاعر الناس بشكل علمي، يعني يقدر يقلد ردود الافعال العاطفيه عشان يضحك عليك او يتلاعب بيك، فاهم، او انه يأذيك. تمام. فان الشخص ده ممكن يتعامل بمنطقيه اكتر من انه بيتعامل بحته العاطفه دي. تمام. وده هيبين ان هو كيفن ميتنيك نفسه كان هو كان شخصيته كانت بالشخصيه دي، بس هو كان عنده حتت، يعني هو كان عنده حته من كل حاجه في الشخصيات دي. تمام. فنبدا تفهم بقى الفكره ما بين ان احنا شخصياتنا كلها مش زي بعض. شخصياتنا كلها ممكن تبقى مدمجه ما بين اكتر من شخصيه، ممكن يبقى واحد عنده الجزء الحلو من كل شخصيه او الجزء الوحش من كل شخصيه. ازاي بقى ان احنا كسوشيال انجينير نبدا نتعامل مع الشخصيات دي؟ تمام. لو لقيت احنا بنبدا بالاول بنتعامل مع الشخصيه دي ان الشخصيه اللي هي المستهدفه دي، ان الشخصيه دي دايما لو انت هتتعامل معاها بشكل شخصي، بتبدا تتكلم مع الشخص دي، تبدا بالشكل اللطيف اللي احنا عارفينه، بس مش الشكل اللطيف اللي هو مبالغ فيه، لا اللي هو ايه، هقدم لك خدمه او هعمل لك حاجه، بس بحته بقى اللي هو المنطقيه في الموضوع. تمام. هبدا الاحظ الشخصيه دي انهي شخصيه، هل الشخصيه دي متمرده او هي سايكوبات، او هل الشخصيه دي اصلا مجنونه، او الشخصيه دي، فنبدا نتعامل مع الاساس ده. لو الشخصيه دي زي ما قلنا في الاول انها نرجسيه، ببدا اتعامل معاها بنرجسيه اكبر. تمام. ببدا اديله اهتمام اقل، احسسه ان هو اقل او احسسه ان هو بالدونيه، يبدا يحس بقى بحته اللي هو الخدمه الاجتماعيه بقى وكده. تمام. هل الشخص ده ميكافيلي؟ هل الشخص ده هو دايما بيلعب على حته ان انت هو دايما عاوز مصلحته؟ فتبدا تحس بصعوبه شويه في انك تتعامل معاه، لانه دايما هو مش بيثق في حد اطلاقا، هو ما عندوش حته ان هو يثق في حد ابدا دي. تمام. ولا الشخص ده سايكوباث، يعني الشخص ده ما عندوش اصلا ادراك للعواطف او بيتعامل دايما بشكل منطقي وكل الكلام ده. فانت هتتعامل معاه ازاي؟
ودي ودي الفكره الرئيسيه اللي احنا عاوزين نفهمها من الكورس او من الحلقه دي. تمام، ازاي تبدا تتعامل مع الشخصيات دي. تمام، فنبدا نقول امثله بقى. دي بقى شويه امثله حقيقيه فعلا للسوشيال انجينيرنج، او بغض النظر عن انها فيلم، بس هي حقيقيه جدا لحد ما. هنلاقي في المثال ده ان الشخص ده هو الهاكر دلوقتي، هو دلوقتي عاوز ياخد دونتس مجانيه من خلال ريسيف قديم. فازاي هيبدا يتعامل مع الحكايه دي؟ فتعالوا نبص هنا. Sophie, dauert nicht lang, Schatz. Hier fehlen 2 Schokodonuts. Bezahl doch nicht für den Scheiß und bekomm nichts dafür. Das ist doch ein neues Angebot, hä? Zahl 10, Krieg 8. Und die mit Schoko waren nicht dabei. Das will ich hier wohl nicht hier stehen. Werden nicht bedient. Die Blonde da hinten. Komm, vielleicht holen wir einfach mal einen Geschäftsführer. هو هنا كان بيقول له ان انا عاوز ياخد خصم، بحيث الريسيف ده كان فيه خصم فعلا، وكان هياخد حاجه مجانيه، فهو كان عاوز قطعتين دولت مجانيين. فهو دلوقتي عمل حاجه مهمه، هو قال له ان انا عاوز القطعتين دول، فقال له مين اللي صرف لك الريسيف ده، لان الحاجات دي خلصت او حاجه شبه كده. فقال له اللي هناك في الاخر دي. فهو لسه كان بيفكر حاليا انه لسه هيروح يقول لها هل انت صرفت الريسيف، او هل الريسيف ده شغال. فقال له على فكره ممكن نكلم المدير، او ممكن نعمل مشكله، او الحاجه دي ممكن توصل للمدير. فهو هتبص دلوقتي هتلاقي انه ايه اصلا مش فاهم، مش عارف هو المفروض يعمل ايه. بالظبط. بص، ولا من غير اي حاجه، هو مجرد انه خلاه مضغوط انه لسه هيسيب شغل، وان شايف الدنيا زحمه جدا، فما ينفعش يسيب المكان اللي هو شغال فيه عشان يروح يسالها هل الريسيف ده شغال او لا، او انه عرض نفسه اصلا لمشكله في شغله. واللي دي وصفناها الحلقه اللي فاتت، ان هو الضغط نفسه على العمل نفسه او الشغل. فتعال نشوف الاكزامبل التاني. ده اكزامبل واحد هو شغال في حاجه تبع الكمبيوتر، حاجه شبه الاي تي، بس اقل شويه من الاي تي لانه ما عندوش خبره. فتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي ما بين الشخص ده والهاكر التاني. Security, Norm. Norman speaking. Norman, this is Mr. Eddie Vedder from accounting. I just had a power surge here at home that wiped out a file I was working on. Listen, I'm in big trouble. You know anything about computers? Gee. Right, well, my BLT drive on my computer just went AWOL, and I got this big project due tomorrow from Mr. Kawasaki, and if I don't get it in, he's gonna ask me to commit Harry Carey. هو دلوقتي هو قال له ايه؟ هو طلب منه انه الجهاز بتاعه ان هو البي ال تي ده حصل فيه عطل. فهو دلوقتي عنده بروجكت ومحتاج يسلمه لشخص، هو كلمه على اسمه شخص فعلا حقيقي موجود. تمام، بس هو محتاج يسلم حاجه شبه كده لشخص تاني. تمام، يعني هو فعلا انتحل شخصيات حقيقيه وناس موجوده فعلا، وقال له ان دي، رغم ان الشخص ده شخصيته ضعيفه شويه، فهو هيطلب منه دلوقتي حاجه انه يجيب له رقم موجود على جهاز معين عنده عشان يبدا يعمل كونكشن على جهاز بتاعه هو الاساسي بتاع الاي تي. Yeah, well, you know these Japanese management techniques. هنا ضغطه في حته، قال له لو انا ما ساعدتش الشغل ده هيطلب مني يقول لي خليني انتحر. فهو دلوقتي حس بذنب صغير ان هو لو ما ساعدوش دلوقتي هيخسر شغله، وهو هيخسر حاجه مهمه دلوقتي. فهو اصلا لاحظ الشخصيه نفسها، او الشخصيه الهاكر نفسه بيتكلم بثقه ازاي، او بيتكلم بحاجه اللي هو فعلا انا عاوز اوصل لهدفي. Could you read me the number on the modem? That's a little boxy thing, Norm, with switches on it. Lets my computer هيقرا له الرقم اللي هو موجود على المودم ده اللي هو بتاع الاتصالات. talk to the one there. 212 555 4240. بغض النظر عن الجهاز ده، وان دي فعلا يعني ده شكل هاكر، ده يعني المفروض الناس تصدق ان ده شكل هاكر، وان انا مش عارف ايه دي لعبه دي ولا ايه. يعني انا مش فاهم هو بيعمل ايه، بس هو فعلا وصل للي هو عاوزه، بس من خلال الضغط النفسي عليه. تمام، ودي دي واحده من الامثله اللي لقيتها يعني على اليوتيوب. لو لقيت امثله تانية هبقى هوريها لكم، بس دي واحده من الامثله اللي احنا شفناها. تمام، واحنا كنا بنتكلم في فكره حاجه اسمها الاطار اللي عامه، او التقطير اللي هو الفريمنج، كنا لسه هنتكلم عنها. الفريمنج ان اهم حاجه مش الكلام اللي انا هقوله له، اهم حاجه السياق اللي انا هقوله له. ما ابداش كلام مع حد، او فاهم. كان في موقع بيحكي ان اهم حاجه ايه اهم كلمه في الرساله الاولى. يعني الرساله ايه اهم كلمه فيها. ما تقولوش مثلا لو شخص انت عاوز تتكلم معاه فما تقولوش انت شكلك حلو، لا، انت ممكن تقول له مثلا ايه الكاميرا اللي انت اتصورت بيها، او ايه هي الحاجه المنتج اللي انت حطيته خليت شكلك بقى حلو قوي النهارده كده، او الكلام نفسه. انك تبدا تقول له
عملوا تجربه ان قالوا الناس ان انت لو ان في مصل هينقذ 200 شخص، بس في كام شخص من 200 شخص دول؟ هم 600 شخص، هينقذ 200 شخص بس هو ما قالوش 600، قالوا لا هينقذ 200 شخص من 600، ما قالوش كلمه 600 دول، قالوا فهو ما يعرفش، فيمكن 200 شخص دول حاجه كتيره يعني، فوافق. غير انك لما تقول له ان المصل ده هينقذ او بنسبه 30% انه هينقذ ال 600، رغم ان الاحتمالات قريبه جدا من بعض، ان هم 30% ل 600 هم ال 200 برضو، بس كان هيوافق على الحل الاولاني. تمام. الفكره نفسها ان انت تقنع الشخص ده بالسياق الكلام. تمام. فكره من الفريمنج نفسها، الفريمنج ده ان انت توجه الشخص لحاجه معينه، حاجه هو حابب يسمعها، ما تبقاش غشيم تقول له كلام مش منطقي، او تبدا تقول له كلام ما تبقاش دبش كده في الكلام يعني، بمعنى اصح يعني. دي كانت الفكره يعني. تمام. والمفروض دي الفكره من الفريمنج يعني، او الكلام. تمام. ودي كانت هتبقى يعني ان شاء الله هيبقى اخر فيديو عن الحاجات، مش هنطول قوي في الحاجات دي تاني، او في الحاجات العصبيه دي او الحاجات النفسيه دي عامه. هبدا اديك كتب انت تقراها براحتك، وهنبدا نقول الحاجات اللي هتفيدنا بعد كده. تمام. وكده اول فيديو من الفيديوهات الاوسنت هيبدا يتعمل دلوقتي، ويبدا يبقى تشوف الفيديو ده، بعد كده هتبدا تشوف فيديوهات الاوسنت بقى على طول، اللي هي العملي بقى، الشغل العملي بعد كده. تمام. دي كانت بالنسبه للحلقه بتاعتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.